الناس اللي دايما بيفكروا في الماضي، او مش الناس اللي بيفكروا في الماضي، الناس اللي دايما حزينة على حاجات عملتها في الماضي. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان الانسان بيختار احسن اختيار ليه في حدود الامكانيات المتاحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا النهاردة هاجي اقول والله انا انا حزينة مثلا ان انا من 5 سنين كنت بعمل كذا وكذا وكذا. عارفين الناس كده بتقعد تفكر في الماضي قوي، بتقعد يلوم نفسه على الحاجات والقرارات اللي اخدها في الماضي. الحتة دي تحديدا ليه هو، الجزئية اللي انا بشرحها دي تحديدا للشخص ده، الشخص ده تحديدا اللي هو دايما يلوم نفسه على اخطاء الماضي. خليني اقول حاجة، انا النهاردة غير امبارح، غير اول امبارح، غير من سنة، غير من 5 سنين، غير من 10 سنين. يعني النهاردة في 2021 غير في 2020، غير 2011، صح؟ غير في سنة 2000. هل انت النهاردة، ده سؤال ليكم، هل انت النهاردة شخصيتك والمعرفة اللي عندك وعلمك هي اللي كان عندك من 10 سنين في 2011 في سنة الثورة؟ هي اللي كان عندك في سنة 2000؟ مش هي. فإذا انت النهاردة أصبحت أكثر حكمة، أصبحت أكثر تعلما، أصبحت أكثر خبرة. فأنت النهاردة هنا، فأنت ليه بتحكم على نفسك لما كنت هنا؟ احنا في الأغلب هنا كانت معلوماتنا قد كده وخبراتنا قد كده والمعارف اللي عندنا قد كده، فاحنا في الوقت ده بناء على الحاجات الصغيرة دي احنا بنختار أحسن اختيار، خدنا أحسن اختيار كان متاح في الفترة دي. يمكن لما دلوقتي كبرنا وعندنا خبرة قد كده وحكمة قد كده وعلم قد كده، بدأنا نشوف ان ده ما كانش صح. ولكن انا هنا بقول للناس ايه؟ ما ينفعش ان انت بخبرتك النهارده وحكمتك النهارده وعلمك النهارده وكل اللي مريت بيه النهارده تحكم على هند اللي كانت من 20 سنة ان هي ده ما كانش عندها المعلومات اللي عندك دلوقتي. هي بالعكس بصيت هتلاقي خدت احسن اختيار كان هي شايفاه. هي كانت شايفة صورة صغيرة، فبالتالي هي كانت بتحكم او خدت احسن قرار بناء على الصورة الصغيرة، ما كانش شايفة الصورة فين. غير وهي بتبص النهاردة على الصورة الكبيرة اللي قد كده، وانا ببص النهاردة على الصورة الكبيرة غير وانا ببص على الصورة الصغيرة زمان بخبرتي. فما ينفعش، لازم توقف. ما ينفعش ان انا اقول النهاردة انا ندمان على الحاجة اللي عملتها. ليه؟ لان انت النهاردة خبرتك غير خبرة امبارح. فبنقول الناس دي ما تندمش على اللي فات، لان دي حدود معرفتك وخبرتك في الوقت ده، دي حدود خبرتك في الوقت ده، وما ان دي كان حدود خبرتك في الوقت ده فانت خدت احسن اختيار. فسيبك من امبارح وركز في دلوقتي عشان تشوف احسن اختيار، وركز في بكرة. اوكي؟ طيب المقاومة تدل على ضعف الألفة. قلنا كده ايه؟ ان دايما المقاومة تدل على ضعف الألفة. يعني ايه؟ يعني الشخص لو انا عامل معاه ألفة كويسة وبيني وبينه ود مش هيبقى بيقاومني. ولو لقيت شخص فيه بيني وبينه مقاومة كده اعرف ان انت مش عامل معاه ألفة كويس. واخر حاجة في الفرضيات هقولها، هو السلوك ليس الشخص، هو السلوك ليس الشخص. فاكرين لما كنا بنقول انا بحترم الاخرين واتقبلهم زي ما هم، صح؟ في اول الفرضيات انا بحترم الاخرين واتقبلهم زي ما هم. ولكن قلت لكم حاجه مهمه جدا، معنى ان انا بحترم فلان انا بحترمه واتقبله زي ما هو، ولكن لو عمل سلوك اذاني انا بوقفه عنده، انا بوقفه عنده. طيب اذا السلوك ليس هو الشخص،
لازم افصل بين السلوك وبين الشخص. انا بحترم الشخص لذاته، ولكن لو عمل سلوك اذاني انا بوقفه. وكمان السلوك ليس هو الشخص، ما تربطوش سلوك معين بهويتك او بهوية ابنك. يعني ما ينفعش ابنك عشان خاطر ما نجحش او ما جابش درجة نهائية اقول له انت فاشل. انا ده سلوك، هو غلط في حاجة. ما ينفعش ابني لو غلط مرة وخد سرق حاجة ما ينفعش اقول له انت حرامي. ما ينفعش ان انا اربط بيه الهوية دي. هو ممكن يكون عمل سلوك غلط في وقت من الاوقات، السلوك ده ممكن يتعدل. فلازم افصل بين الشخص وسلوكه. انا بحترم الشخص زي ما هو، ولكن اذا عمل سلوك اذاني لازم اوقفه عند حده. وده ياخدنا كده في مثلا انا دايما اقوله في الكورس. في امريكا 2 كان جيران، وواحد فيهم عمل حفلة طبعا وعمل دوشة وصوت، فجاره اتصل بالشرطة وجت وخدت الاتنين، وقفت الحفلة وخدت الاتنين، لان هناك بعد وقت معين ممنوع الصوت يعني. ولما راحوا الاتنين، الراجل اللي اشتكى والراجل اللي كان عامل الحفلة والصوت، راحوا هناك قدام القاضي وقفوا، او المأمور يعني مش عارفه بيسموه هناك. فجه المأمور او القاضي بيسأله، بيقول للشخص اللي بقدم البلاغ ايه رأيك في فلان اللي هو كان عامل الصوت؟ فقال له شخص ممتاز وشخص كويس. هو ده الراجل اللي اتصل بالبوليس وجاب له البوليس. عفوا. القصة خلصت وروحوا البيت. فالراجل اللي كان عامل الحفلة فضل محتار، هو منين بيقول عليا شخص كويس شخص محترم، ومنين اتصل بيا وجاب لي البوليس؟ فقرر ان هو يروح يسأله. فراح له خبط عليه ودخل، قال له انا عايز اسالك سؤال، انت منين جبت لي الشرطه، ومنين لما سالك عليا بتقول ان انا شخص كويس؟ قال له لان هو سالني عنك وانت فعلا شخص كويس، لكن ما سالنيش عن السلوك اللي اذاني اللي هو الصوت والدوشه. خدتوا بالكم هو عمل ايه؟ هو فرق بين الشخص وبين السلوك، ودي حته مهمه. لازم دايما ناخد بالنا ان الشخص مش هو السلوك. فما ينفعش يبقى حد مثلا احنا اصحاب 10 سنين فاعمل سلوك معينه، فلا خلاص اقطع علاقتي بشخص معين عشان هو عمل سلوك واحد. عشان عمل سلوك واحد عشان عمل سلوك الدنيا باظت بيه. فهي دي الفكره كلها، ان انا قدر المستطاع بفصل دايما الشخص عن السلوك. انا شخص اللي قدامي بحترمه وبتقبله زي ما هو، ولكن اذا عمل سلوك وحش بتصرف معاه. تمام؟ بس احنا كده خلصنا الفرضيات. الفرضيات دي عبارة عن افكار لو عشنا بيها هنرتاح. افكار لو عشنا بيها هنرتاح. فلما يبقى عندي فكرة ان انا احترم الاخرين واتقبلهم كما هم، مفيش حاجة اسمها فشل، في نتائج وخبرات. الشخص الاكثر مرونة اكثر تحكم في الامور. الشخص اللي انا مسؤول عن نتائج افعالي. اي حد يعرف يعمل حاجة تانية انا اعرف اعملها لو اتعلمها. انا اللي مسؤولة عن نتيجة التواصل، فدايما اتواصل بشكل كويس. لو رجعنا تاني للفيديو ده وبدأنا نسمع الكلام ده تاني، فمهم جدا ان احنا نعيش بالافكار دي. لو عشنا بالافكار دي ده هيبدأ يأثر على صمودنا النفسي.